السلام عليكم، مرحبا بكم في فقرة أغرب الألغاز. اليوم غنتكلموا على واحد 9 ديال الشباب اللي اتفقوا واختاروا يمشيو ويديروا واحد الرحلة استكشافية ويخيموا في الجبال ديال اليورو اللي حامرة الثلج وبرد. هاد 9 ديال الشباب كانوا تلاميذ كيقراو في معهد يورو للفنون التطبيقية. نهار 27 يناير 1959 هاد الشباب قالوا غيشدوا طريق باش يمشيو يديروا تزلج في الثلوج ديال هذا الجبل، وكذلك يجلسوا تما يستكشفوا ويخيموا ويديروا الكيطون ديالهم ويشوفوا هذوك المناظر اللي عامره غير ثلوجات وبيوضيه ديال الثلج. في 1959 في الوقت ديال الشتاء والبرد والثلوجات، هاد 9 الطلبه اللي قرروا يديروا رحله لواحد من ابرد واخطر المناطق اللي كاينه في روسيا. غادي يشدوا طريق وغادي يمشيو باش يطلعوا لهاد الجبل هذا. كان معهم واحد القائد اللي كان ديالهم واللي كان سميتو إيغورد دياتلوف، واللي نيت غيتسمى الممر ديال هذا الجبل على سميتو تكريما له. هاد الشباب غادي يوصلوا للجبل ولا المنطقه اللي بغاو يخيموا فيها. غادي يحطوا الخيمه ديالهم نهار 1 فبراير 1959 فوق واحد المنحدر اللي سميتو جبل الموت. وهذا الاسم ديال جبل الموت اسم على مسمى ماشي جا صدفه. على كل حال هاد الشباب غادي يخيموا وغادي يكونوا بخير، لكن بعد مرور بعض الايام الناس العائلات ديال الشباب وكذلك الطلبه اللي كيقراو معهم الاساتذه بداو كيتقلقوا وبداو كيقولوا علاش هاد 9 الشباب مازال ما رجعوش حالهم من هاد الجبل، شي حاجه طاريه لهم. لهذا اتجهوا لفرق الانقاذ وغادي يطلبوا منهم باش يخرجوا يبداو يقلبوا على هاد 9 الشباب في هذا الجبل اللي سميتو جبل الموت. كذلك غادي يكون لانه فرق الانقاذ غادي تتجه لهاد الجبل وغادي يمشيو باش يبداو يقلبوا على هاد الشباب. باش غادي يوصلوا غادي يلقاو واحد الصدفه، واحد الشوك اللي غيطرى لهم، واحد الكابوس اللي جاهم شي حاجه غريبه. اول حاجه غادي يكتشفوا وهي انهم غادي تبان لهم الخيمه ديال هاد الشباب مقطوعه. فاش بداو كيقلبوا ودخلوا الخيمه غيلقاو بلي الخيمه مقطوعه من الداخل، وهذا الشيء كيبرر او لا كيدل على انه هاد الشباب هادو كانوا كيحاولوا يهربوا من شي حاجه اللي كانت خلعهم وبغاو يهربوا منها بسرعه، لهذا قطعوا الخيمه من الداخل. وفاش خرجوا فرق الانقاذ على برا ديال الخيمه غيلقاو بعض الاثار ديال هاد الشباب اللي كانت اثار ديال واحد الانسان حفيان بدون حذاء، ما كانوش لابسين هذاك الصباط اللي كيحميهم من البرد، كانوا خارجين حفيانين. لقاوهم الاغلبيه ديالهم او كاملهم تقريبا ما لابسين حوايجهم، كانوا لابسين يعني شبه عريانين، لابسين غير التيشيرت والشورت. وفي هذاك البرد اللي ناقص 30 يعني ما يقدرش الجسم ديالهم يتحمل هذيك الدرجات ديال البرد اللي كاينه تمايا. لهذا البعض من هاد الشباب ماتوا متجمدين ولا كلهم ماتوا متجمدين، والبعض منهم لقاو عندهم كسور في الجمجمه وفي القفص الصدري، واحد القوه اللي كتعادل قوه الصدمه ديال السياره. لكن الغريب انهم بدون جروح خارجيه، يعني ما مجروحينش من على برا ولكن عندهم كسور داخليه. وواحد البنت اللي كانت معهم حتى هي لقاو باللي كان هاد الشفتين ديالها واللسان ديالها تكال. الناس قالوا باللي هاد الشباب فاش ماتوا جاو الحيوانات اللي كاينين في ديك المنطقه هما اللي كلاو من الشفتين ومن اللسان ديال هاد البنت هذه، وكاين حوايج اخرين كيتقالوا. المهم بعد ما جمعوا الجثث ديال هاد الشباب كاملهم، كل واحد جثه منين جابوها، الاتحاد السوفيتي انذاك ولا في ذاك الوقت قال وخرج بتقرير وقال باللي هاد الشباب ماتوا بقوه طبيعيه، يعني شي حاجه مثلا انهيار ثلجي او لا شي حاجه اخرى. وكانوا اللي خرجوا قالوا باللي هاد الشباب تصابوا بواحد الهلوسه، شدتهم هلوسه، وهذا الشيء اللي خلاهم يخرجوا للثلج وبقاو هكاك حتى ماتوا في هذيك الظروف. وكاينين ناس اخرين اللي قالوا باللي هاد 9 ديال الشباب شافوا شي حاجه ملي العسكر الاتحاد السوفيتي ما بغاوهاش لي توب سيكريت، شي حاجه اللي ما بغاوش الناس يعرفوها، لهذا
فضاوها وصفاوها لهاد الشباب لانهم شافوهم، كل واحد اش كان تيقول وكل واحد اش مازال كيقول ليومنا هذا. كل النظريات، كل واحد كيخرج بنظريه، ولكن الغموض ولا مازال ما عارفين بالضبط. وحاجه اللي زادت الغموض هو انه لقوا في الملابس ديال الشباب بعض اشعاع غير مفسر. وفي الاخير قضيه ديال هذا مامار دياتلوف اللي قلت لكم في الاول تسمات على الاسم ديال هذا القائد ديال الشباب ايغور دياتلوف، كتبقى واحد من اغرب واحد من الالغاز اللي مازال ما تحلاتش ليومنا هذا. لانه حتى في 2019 روسيا غادي يعاود يحلوا الملف باش يبحثوا فيه ويديروا بحوث ويشوفوا شنو اللي طرا بالضبط، لكن ما خرجوش حتى شي حاجه. قالوا باللي هذا كان غير انهيار ثلجي. هادشي اللي كان معكم خالد ويز. شكرا على المتابعه، وكان اعتذر في التعطيله ديال الفيديوهات لظروف شخصيه. هاكلين غين.